السلام عليكم يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ ازاي تذاكر فيزياء؟ خلينا متفقين اول حاجه في الباب الاول هو اسهل باب في المنهج. هتقولي بقى الباب الاول فيه قوانين المقاومه ومش عارف ايه. بص، ده اسهل باب في المنهج، المفروض يعني تكون صمه. بغض النظر عن اخر جزئيه بتاعت كيرشوف الاول وكيرشوف الثاني وحده البي دبليو، ممكن اقول لك ان انت لحد اخر السنه ممكن تكون الحته دي ممثله عائق معاك، عشان الحته دي صعبه بجد، والراجل في اخر السنه بيحب يلعب عليها، عشان الجزئيه دي محتاجه فهم وحل كتير وتطبيق وحاجات كتير من دي. تمام، ده كباب اول في الفيزياء. هنخش في الباب الثاني. الباب الثاني ما فرقش كتير عن الباب الاول، بس هو اهم ما يميزه ان كله قوانين. لو انت حفظت القوانين صدقني الباب بقى في جيبك. الباب الثاني انت لو حفظت القوانين صدقني الباب بقى في جيبك. والباب الثالث ده اصعب باب في المنهج، هو الدينامو والحواراته كتيره. حواراته كتيره، فصدقني يعني انا بقول لك ان انت لازم تركز على الباب ده، عشان حوارات الدينامو كتيره، ودايما الراجل بيحب يلعب على الرسومات البيانيه والحوارات دي. هنخش في الباب الرابع. الباب الرابع ده اسهل، لا هو ده اكتر باب سهل بعد الباب الاول على طول، فاهم؟ عشان هو اصلا يتلم في فيديو ساعه ونص مثلا. ده اللي كان الباب الرابع. هتخش بقى في الحديثه. الحديثه دي مركز الكون في الفيزياء، يعني دي اهم حاجه. وانا قلت لك كذا مره على موضوع الحوار ان احسن كتاب شارح الحديثه هو كتاب الوافي. هتقول لي شارحها ازاي؟ هقول لك بقى شارحها بحته بما تفسر ومش عارف ايه، مأكد على النظري بطريقه انت تعرف تحفظها فيها. لو انت عايز حاجه مثلا تفهمها او حاجه زي كده، فاهمني؟ ده المنهج كمجمل بقى. هتقول لي اهم كتاب في الشرح، هقول لك الوافي. هتقول لي بقى اعتمد على كتاب المدرس، كتاب محمد عبد المعبود كويس، كتاب مش عارف مين كويس، هقول لك كل الكتب كويسه وشرحها حلو. وكتب المدرسين خصوصا بتاعه الشرح بعيدا عن الحل بيحبوا يفننوا فيها، عشان يقول لك انا بعرف اشرح ومش عارف ايه ومش عارف ايه. فدي كلها حاجه في مصلحتك. انا عايزك دلوقتي احسن كتاب في الشرح بعيدا عن كتاب اي مدرس، كتاب الوافي. موجود في السوق، موجود في السوق. هتلاقيه بي دي اف، هتلاقيه بي دي اف، دور عليه عادي هتلاقيه بي دي اف جدا. تمام تمام. كحل بقى، عندك كتاب الامتحان ده اساسي اللي انت تحله، هو وكتاب التفوق. وطبعا كتاب الوسام ده لو عايز تعلي. انا بالنسبه لي كتاب الوسام ما كانش صعب الصراحه، في شويه افكار صعبه وفي منهم مستحيله، بس هل انت تعرف تحله ككتاب؟ تعرف تحله ككتاب عادي. بس انا بقول لك انت هتنيك طول السنه تحل في كتاب واحد، في المراجعه النهائيه تحل لي كتابين، تمام. بس مثلا لو الفيزياء عندك فيها ازمه، هي وماده كمان ممكن تحل فيها كتابين، بس مش المواد كلها، لانك مش هتعرف تحل كتابين في المواد كلها وبتضغط نفسك على الفاضي. نخش بقى في المدرسين. هنخش في اول واحد هو مستر محمد عبد المعبود، ده الاب الروحي للفيزياء. هتقول لي اخد عند مين؟ هقول لك عند مستر محمد عبد المعبود. بص، هتاخد معاه من الاول، خلاص خد معاه من اول السنه. ما تجيش في نص السنه قلت هحول مع معبود عشان اعلي الليفل ومش عارف ايه. انت خدت مع مدرس كمل معاه، فكك من ان انا احول اخر اول السنه ونص السنه والمراجعه النهائيه عشان اعلي واكون الطب. بقول لك انت ما خدتش على طريقته في اول السنه، هتعاني في المراجعه النهائيه. بلاش تعمل الحركه دي، الحركه دي وحشه. هو كشرح حلو حلو، تعتمد عليه تعتمد عليه، ده اساسي، ده ابو الفيزياء في مصر حرفيا. ماشي ماشي. نخش في تاني واحد هو دكتور كورولوس او كيرلس، مش فارقه يعني. خلينا متفقين في الاول ان هو بصمجي. بص، الناس كلها مجمعه ان هو بصمجي، وانا اتفرجت له على كام فيديو تاني عشان اشوف الموضوع ده، لقيته فعلا في معلومات هو بيقول لك احفظها كده، اضرب يا قلبي احفظها كده. فهو بص، في نقط انت مش هتفهمها منه، هو يقول لك احفظها كده. فدي عيب في شرحه. هل هو بيحل؟ بيحل كتير بقى ومنزل ورش على اليوتيوب، ولو عايز تلمه الله الدنيا حلوه. هل تعتمد عليه؟ من وجهه نظري لا، عشان كفهم هو ما يفهمكش كله ويقول لك خش يا ابني احفظ الحته دي مش محتاجه ماشي. فهو بيزق معاك الدنيا. كشرح لا، انا الصراحه ما اشوفش ان هو يعتمد عليه. نخش في ثالث واحد هو المستر اللي انا كنت باخد عنده، مستر محمد سالم. هل تعتمد عليه؟ انا كنت معتمد عليه طول السنه عادي وجبت 59 ونص. هو الصراحه كنت بسمع احيانا مراجعات محمد عبد المعبود لكل فصل، وكنت بحل كتاب الوسام مع نفسي، يعني فاهم؟ كنت برضه ماشي حالك. بس انا كنت معتمد عليه طول السنه بكتابه بحله، وكنت بحل برضه جنبه كتاب الامتحان، وجبت في الاخر 59 ونص. هتقول لي النص ده نقصته في ايه؟ اقول لك الناتج بتاع المقالي طلع غلط، فالراجل طلع كريم ونقصني نص بس. فهل تعتمد عليه؟ تعتمد عليه عادي جدا. طبعا لو انت بقى في نطاق اسطنها او بنها او عايز تاخده عنده منصه، هتلاقيه يعني على اليوتيوب، خش اكتب محمد سالم فيزياء كده. رابع واخر واحد معانا هو مستر محمود مجدي. هل كشرح حلو؟ كشرح حلو يعتمد عليه عادي. ولو انت عايز برضه تعتمد عليه كشرح او ككتاب شرح، برضه كتابه حلو قوي. كحل، اسئلته مش في العالي منه ومش كويسه، اسئلته في المتوسط منه. لو انت عايز تعلي لا، ما تخليكش مع محمود مجدي. انقل بقى على معبود او حاجه، او هات معاه كتاب بقى الامتحان او كتابه الوسام مثلا، عشان تعلي انت مستوى الريتم بتاع الحل. ماشي. بس كتعليق مستوى اسئله لا، هو مستوى اسئلته مش عاليه قوي يعني زي ما انت متخيل، بس هو كشرح ممكن تعتمد عليه عادي جدا. خامس واحد وهو اي مدرس سنتر عادي، مش شرط يعني من الاربعه اللي انا قلتهم لك، عادي، انا مش بقول قران. ممكن مدرس سنتر يكون احسن منهم هم الاربعه عادي جدا، فاهم؟ فانت لو عندك مدرس سنتر خد معاه واشتغل معاه وحل ومشي حالك، فكك بقى ان انا لازم اخد اونلاين عشان اريح في البيت. انا ضد فكره الاونلاين اصلا يعني. فلو في سنتر قدامك كويس خد معاه، وبس كده خلاص. ربنا يوفقكم.
السلام عليكم.